أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل العلماء مجمعون على تحريم المعازف والموسيقى؟ إن كان إجماع في هذه المسألة فمن يدعي الخلاف فيها يكون قادحا للإجماع، فماذا يترتب على القدح في الإجماع؟ المؤمن لا يسأل عن الإجماع. الشيء لا يكون حراما فقط لأن العلماء أجمعوا على حرمته، ولا يكون فيه سعة إذا اختلف العلماء في حرمته. هذا أولا. الأحكام مبنية على الأدلة وعلى فهم السلف للأدلة، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الغناء، وفهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، وكان منهم من يقسم بالله على هذا. والأقاصيص التي تذكر في 1000 ليلة وليلة عن حسان وغيره من الصحابة والتابعين، هذه مثل ما في قصص 1000 ليلة وليلة جبل قاف وملك الجن وما كان من السحرة في بغداد وجودر بن عمر لقي امرأة ممسوخة كلبا ثم تحولت إلى امرأة. خرافات ودجل. أما الثابت الصحيح فهو المنع، وقد أجمع السلف على حرمة الغناء، ولا يمكن أن يوجد بطريق صحيح عنهم إلا المنع. وهذا أمر يعني ظاهر، ومن تأمل الغناء علم يقينا أنه حرام.